اهلا بيكم. انا معاكم النهارده علشان نتعرف على الصديق المزيف والاهتمام المزيف. كلنا عندنا ناس مقربين في حياتنا، سواء اصدقاء او زمايل في الشغل، ولكن في ساعات كتير قوي بنزعل منهم بسبب مواقف ما كناش نتوقع انها تحصل منهم، او بنديهم مكانة قريبة جدا في حياتنا وبعد كده بيخذلونا وبنزعل وبنقول احنا ليه ادينا لهم المكانة دي. رقم واحد، الصديق اللي يتواصل معاك لما وقته يسمح، خلاف كده هو مش موجود. كمان يديك وعود كتيرة بان هو مثلا هيعمل معاك مشروع او ان هو يروح معاك مشوار، وتلاقيه بيعتذر في اخر لحظة. ده اهتمامه ليك اهتمام مزيف وصديق مزيف وما يستحقش المكانة اللي انت مديها. تاني صديق معايا وهو الصديق اللي تبقى قاعد تحكي معاه وبتتكلم معاه وقاعدين في وسط مجموعة وبتحكوا مع بعض، واول ما تمشي تلاقيه بيتكلم في ظهرك ويقعد يضحك عليك ويتريق عليك ويخلي الناس كلها تتريق عليك. ده شخص بيبقى عايز ياخد الله. الصديق رقم 3 وهو الصديق اللي تلاقيه فترة كده قطع عنك وما بيسألش وما بيطمنش عليك، وكنت مثلا بتبعت له رسالة بيطنش الرسالة وبيتواصلش معاك تماما، ولكن فجأة تلاقيه الصديق ده خبط على بابك او رن على التليفون علشان يعرف انت وصلت لحد فين، انت سبقته، انت نجحت عنه. بيبقى عايز يعرف اخبارك، هو بيبقى عنده فضول ان يعرف انت دلوقتي بتعمل ايه. النوع ده بيتصل عليك مش عشان بس يطمن عليك ويقولك اخبارك ايه، لا هو بيبقى عايز يوصل يعرف انت وصلت لحد فين. ومجرد ما بيعرف ان انت وصلت وبقيت احسن منه او ان انت كويس، بيبدأ يديك طاقة سلبية او يديك احباط للحاجة اللي انت عايز تعملها. فاول ما تقفل معاه تحس ان انت بتراجع حساباتك، لا انا مش هعمل الا لما اشوف وانا صح ولا غلط، رغم ان انت بتبقى دارس الموضوع اللي هتعمله، بس بيديك نوع من انواع الاحباط. رابع نوع عندي وهو الصديق اللي بيستخدمك لنفوذه الخاصة. يعني لما بتكون عنده مصلحة بتلاقيه لازق فيك مش هيسيبك. ممكن تكون انت مثلا مديره في العمل فهيستفيد منك وهيبقى في مصلحة من ناحيتك، او انت مثلا عندك حاجة وهو محتاجها فيبقى لازق فيك علشان هو دايما بيحتاج مثلا عربية، حاجة كمبيوتر، او لابتوب، اي حاجة هو بيحتاجها فانت معاك، فتلاقيه لازق عشان مصلحتك. هيتعلم منك حاجة، انت مثلا شاطر في حاجة او متفوق في حاجة وهو عايز يستفيد من ده او عايز يفهم ده، او انت بتحقق تارجت في حاجة معينة فهو عايز يعرف انت بتعمل ده ازاي، فبتلاقيه لازق فيك وبيبقى بيديك اهتمام غير موصوف، بيديك حب واهتمام وصداقة غير موصوفة، لدرجة ان انت تقول لا ده صديق مخلص، ده صديق جدع. واول ما بيوصل للغرض اللي هو عاوزه ما بتشوفوش، كأنه شبح مش موجود. خلاص هو استفاد منك، هو خد اللي هو كان عاوزه، فبتلاقوش موجود بعد كده. النوع ده من الصداقة اسمه الصديق المستنزف او الصديق المصلحة، لانه ما بيلزقش فيك او ما بيقربش منك الا اذا كان ليه غرض وان هو عايز يتعلم منك حاجة او هيستفيد منك بحاجة. مجرد ما بيوصل للغرض بتاعه هو خلاص ما بيبقاش موجود. خلاص بتيجي ترن انت بقى عليه او تتواصل معاه ما بيردش عليك، لا اما بيطلع لك بحجج يقول لك ان انا مسافر، ان انا مشغول. هتيجي تتواصل معاه او ترن عليه هو مش هيرد عليك، او هيبعت لك رساله يقول لك اصل انا مشغول او ان انا مسافر. المهم ان هو بالنسبه له خلاص هو المصلحه قضيت بالنسبه له، مش هيرجع لك تاني الا اذا كان اتخلقت له مصلحه جديده او استفاده جديده هيستفاد منك بيها. طب هتقولي احنا هنعمل ايه؟ ما هو احنا حوالينا ناس كتيره قوي بنفس النمط ونفس الشكل. هقولك الناس دي ما تاخدهمش كصاحب حقيقي، خدهم كصاحب مزيف. يعني ما نخليهمش رقم واحد في حياتنا. ما نديهمش كل اسرارنا ونقول لهم احنا بنخطط في المستقبل بكذا او ان احنا ناويين نعمل كذا. لا، الاشخاص دول اشخاص مزيفين، اهتمامهم اهتمام مزيف، حبهم ليك حب مزيف، السؤال اللي بيسألوه عنك سؤال مزيف. هم مجرد ناس وهمية بتبقى ليها غرض ومصلحة، ليهم شخصية، علشان كده بيقربوا منك. مع السلامة.